بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائي، راح اليوم نتكلم ما هي أهم العوامل لأجل تسريع من عملية نطق وتكلم المينا. أفضل 10 عوامل مهمة لسرعة نطق المينا. بصورة خلاصة راح نقولها. أول عامل هو انتخاب طائر فرخ بعمر حوالي 2 أو 1.5 شهر، بحيث يستطيع أن يعتمد على نفسه في الأكل والشرب، لأن إذا كان عمر الفرخ 1 أسبوع أو 2 أسبوع أو أقل من 1 شهر، بحيث ما يقدر أن يأكل بنفسه، يأخذ وقت أكثر للتدريب والتعليم. ويجب أن أولا نغذيه عن طريق السرلاك، وثاني احتمال موته يكون أكثر. وكذلك انتخاب مينا واحدة فقط لأجل التعليم، مو 2. ثانيا انتخاب فرخ ذكر. صحيح أن ماكو فرق بين الذكر وأنثى في طيور المينا، يعني خلاف باقي طيور الزينة بين الذكر والأنثى في طيور ماكو فرق، ولكن في كل الأحوال الذكر يكون أفضل من الأنثى من حيث الشراسة والجرأة على التكلم والتدريب وعدم الخوف. العامل الثالث أخواني الأعزاء هو عدم انتخاب فرخ صامت أو أخرس. وفي فيديو سابقة تكلمنا عن هذا الموضوع بصورة مفصلة عن تشخيص الفرخ الأخرس من الفرخ الغير أخرس. العامل الرابع انتخاب فرخ سالم وغير مريض ونشط وغير خمول، وكذلك عدم وجود أي كسر في جناحيه أو رجله أو صلع في جسمه أو نافش الريش أو ريش غير مرتب، وكذلك منقار الفرخ يكون كامل وغير مكسور وعيون لامعة ومفتوحة. خامسا، إذا كان طائر المينا غير فرخ وبالغ، من الأفضل يكون عمره أقل من 1.5 سنة أو 1 سنة، ويكون مروض وغير وحش. سادسا، في التدريب على الكلام يجب انتخاب كلمات بسيطة وسهلة مثل سلام، بابا وغيرها. سابعا، يجب تكرار الكلمات ونطقها بلحن واحد وصوت واضح وعالي وبشخص واحد، يعني شخص المربي يكون 1 مو 2. ثامنا، يجب وقت التدريب أن يكون في 4 مرات باليوم، مثل الصبح 20 دقيقة والظهر 20 دقيقة والعصر 20 دقيقة وفي الليل 20 دقيقة. وتكرار الكلمات، وبين كل كلمة يجب 3 ثواني نصبر وبعدين كرر الكلمة حوالي 20 مرة، وإعطاء استراحة المينا في وقت التدريب. تاسعا، عندما ترون المينا نطقت الكلمة بصورة واضحة وصحيحة، اعطوها جائزة مثل حب عنب أو غذاء مفضل لها، وبعدين ابدوا بتعليم الكلمة الأخرى. الجائزة من العوامل المهمة في تسريع نطق المينا. عاشرا، العامل المهم الآخر هو بيئة ومحيط حياة المينا والناس الذين حولها وأطرافها. ومكان التدريب يجب أن يكون هادئ ومعزول وبعيد عن الأصوات والإزعاجات. إخواني، لا تنسوا الاستمرار والصبر ثم الصبر، لأن مو كل المينات في نفس الذكاء والنطق. إخواني، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر لايك وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. تحياتي لكم أسرار تربية الطيور.